بيطلع 55 ألف قطعة ملابس في اليوم، بدأ باستثمار صغير ومصنع بسيط وتحول لقلعة عالمية للتصدير، ووفر فرص عمل وقضى على البطالة، وفي حوالي أكتر من 7200 عامل. دخل ملايين الدولارات للبلد وعرف يجمع بين الجودة المصرية والأزياء التركية، وبقى يصدر لأكبر دول العالم وتحول لبراند عالمي. يا ترى إيه قصة المصنع ده وليه رئيس الوزراء بنفسه زاره؟ تعالوا نعرف إيه الحكاية. حكايته بدأت سنة 2010، وقتها كان مصنع صغير لسه بيحط أول طوبة اسمه T&C، شراكة بين مصر وتركيا نص بالنص، وبرأس مال 3.5 مليون دولار وقتها. والرقم ده ما كانش كبير، لكن الفكرة كانت كبيرة أكبر من كل التوقعات. المصنع بدأ إنتاجه بعد سنة واحدة بس في 2011، وباستثمارات أولية 14 مليون دولار، وفضل يشتغل في صمت لحد ما بقى دلوقتي قلعة صناعية حقيقية بقيمة استثمارية وصلت ل70 مليون دولار. وده مش رقمه بس، ده دليل على إن المصنع ماشي بخطة وشايف قدامه. النهاردة T&C حسب موقع صدى البلد بقى من أهم مصانع الملابس الجاهزة في الشرق الأوسط، مش علشان مساحته ولا شكله، علشان شغله وإدارته ونظامه والنتائج اللي بيحققها يوم ورا يوم. المصنع لوحده بيشغل 7200 عامل وعاملة، ودول أسر وأكل عيش وكرامة. تخيل بقى إن عندك مصنع بيطلع 55 ألف قطعة ملابس يومياً، ولسه ناويين يوصلوا ل75 ألف قطعة في اليوم، يعني بنتكلم في 17 مليون قطعة في السنة كلها معمولة هنا في مصر وبإيد مصرية وبجودة تخليها تتباع في أمريكا وأوروبا. والأقوى من كده إن المصنع بيصدر 100% من إنتاجه، مفيش قطعة واحدة بتتباع محلي، كل حاجة بتسافر على برا. 75% من الإنتاج رايح أمريكا والباقي بيروح أوروبا. يعني إحنا بنتكلم عن منتج مصري بيدخل كل بيت أجنبي من غير ما الناس تعرف إن ده معمول في العبور. المصنع كمان مش واقف عند الإنتاج، هو بيستهدف إنه يوصل بمبيعاته ل 200 مليون دولار سنوياً، كلهم جايين من برا وكلهم دولارات راجعة لمصر بتدعم الاقتصاد وتقلل العجز وتخلي الجنيه يقف على رجليه. T&C مش مجرد مصنع، ده مثال حقيقي على ازاي فكرة صغيرة تتحول لإنجاز ضخم، والشركة بتشتغل بأحدث التكنولوجيا، وده بيخليها تنافس في السوق العالمي مش بس بالكمية لكن بالجودة والدقة. والمصنع بيفكر لقدام، مش بس في الإنتاج، بيفكر في التعليم، وبيشتغل مع الجامعة الأمريكية والبريطانية علشان يربط الصناعة بالتعليم. وده معناه إن الشباب اللي بيتخرج بيلقى مكان يتعلم فيه عملي مش مجرد شهادة. كمان المصنع بيشتغل بشكل أخضر، يعني بيفكر في البيئة وبيحافظ عليها. أنشأ محطة معالجة مية ب750 ألف يورو، طاقتها 3000 متر مكعب يومياً، وبيستخدمها تاني بدل ما يرميها، وده وعي عالي واهتمام بالأجيال اللي جاية. غير كده عملوا محطة طاقة شمسية ب1 مليون دولار علشان يولدوا كهرباء للمصنع من الشمس، وده بيوفر وبيقلل استهلاك الطاقة التقليدية وبيحافظ على البيئة كمان. وبيعيدوا كمان تدوير بواقي القماش ويحولوه لمنتجات جديدة بتتباع في السوق المحلي والبرة. المغسلة اللي جوه المصنع الأكبر في الشرق الأوسط مش بس في الحجم لكن كمان في التقنيات والمعدات اللي بيستخدموها، وأحدث خطوط الإنتاج موجودة هناك. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء زاره بنفسه ودخل يشوف المصنع ومراحل إنتاج الجنس من أول القص لحد الليزر اللي بيعمل التصميمات على البنطلونات، وإزاي كل قطعة بتعدي على 21 اختبار في معمل الجودة قبل ما تتصدر. كل قطعة بتطلع من T&C بتقول إن مصر قادرة إن يكون عندها صناعة قوية بتنافس، وإن في شباب بيعرف يشتغل ويطور ويصدر ويبني اقتصاد حقيقي. المصنع ده مش بس بيبيع هدوم، هو بيصدر صورة مختلفة عن مصر، وبيقول إن إحنا مش بس بلد سياحة أو تاريخ، إحنا بلد صناعة حديثة، بلد بتشتغل وبتكسب وبتصدر وبتحلم وبتوصل للعالمية. ودلوقتي قول لنا انت بقى كنت تعرف قصة المصنع ده قبل كده ولا لأ؟ شاركنا برأيك في التعليقات.